احنا دلوقتي عايشين في سنة 1725 مش في سنة 2023، وحتى التواريخ كلها اخطاء، وفي حوالي 3 قرون من التاريخ الميلادي كلهم تزييف، وفي شخصيات واحداث تاريخية مشهورة ملهمش اي وجود على ارض الواقع. كل دي افتراضات حطها الباحث والمؤرخ الالماني هربرت إلينج بعد 5 سنين من حضوره لمؤتمر في مدينة ميونخ الالمانية سنة 1986، واللي كان عبارة عن مؤتمر دولي عن علوم الاثار. والمؤتمر ده تسبب في مناقشات وجدال حول العالم كله، لانه ما كانش بيتكلم عن اي حاجه والسلام، ده كان بيتكلم عن تزوير في التاريخ عملته الكنيسه الكاثوليكيه في وثائق القرون الوسطى. والوثائق دي بتقول ان في احداث واتفاقيات مذكوره في كتب التاريخ لكنها في الحقيقه ما حصلتش، وان في اشخاص اتذكروا في الفتره دي ما كانش ليهم اي وجود. المؤرخ إيلينج اتاثر جدا بالمؤتمر ده، وبعد ابحاث دامت لمده 5 سنين ظهر لنا بافتراضيه اسمها ذا فانتوم تايم هايبوثيسيس سنه 1991. والافتراضيه دي عملت صدى قوي في كل المجالات البحثيه وقتها، واللي بيتكلم من خلالها وبيقول ان مش بس في شخصيات واحداث تاريخيه مزيفه زي ما قال المؤتمر، ده كمان في حوالي 300 سنه من تاريخ البشريه ما حصلوش اصلا. وكان شايف كمان ان التاريخ اللي بنتعامل بيه دلوقتي ده تاريخ مغلوط لانه قائم على اساس تاريخ مزيف. وكان تفسيره لده ان الفتره ما بين سنه 614 ميلاديا لحد سنه 911 حصل فيها مغالطات كتير واتأرخت بشكل غلط، واحنا دلوقتي في سنه 1725. طبعا كل ده من وجهه نظره كان ليه سبب، والسبب اللي شافه الباحث إيلينج وتسبب في كل ده ان كان في مؤامره كبيره عملها الامبراطور الروماني اوتو الثالث وبابا الكنيسه سلفستر الثاني والامبراطور قسطنطين السابع. والمؤامره دي اتعملت عشان يزيفوا التاريخ والتقويم مع بعض، وسبب كل ده انهم كانوا عايزين يفبركوا التاريخ لانهم كانوا عايشين في سنه 700 ميلاديا وكانوا عايزين يعيشوا في سنه 1000 ميلاديا. وده بسبب ان الامبراطور اوتو الثالث كان عايز يخلي عهده في السنه دي علشان معتقدات دينيه بيؤمن بيها متعلقه بالسيد المسيح، وانه بكده هيكون عهده ليه اهميه تاريخيه ودينيه. وطبعا كل ده على حسب معتقداته هو. والوقت ده هم كانوا موجودين في القرن السابع الميلادي او ما يسمى عصور الظلام في اوروبا، والوقت ده كان منتشر فيه الجهل بين الناس بشكل كبير. ودي كانت بالنسبه للامبراطور واعوانه فرصه انهم يفبركوا التاريخ ويحطوا احداث وشخصيات تاريخيه معروفه جدا علشان تخدم مصالح اوروبا وتبقى اضافه للتاريخ الاوروبي. ومن الشخصيات دي الملك ألفرد العظيم اللي حكم بريطانيا، وملك الفرنجة شارلمان واللي كان شايف انهم مجرد شخصيات اسطوريه مش حقيقيه اطلاقا. وحسب كلام إيلينج انه رجع لسنه 1528 علشان يقدر يوثق كلامه، لان السنه دي البابا الجريجوري ال 13 قرر انه يوقف استعمال التقويم الجولياني القديم ويبدله بتقويم على اسمه هيبقى زيه بس معدل، وسماه التقويم الجريجوري. وسبب تبديله للتقويم ان التقويم الجولياني اللي اتعمل سنه 45 قبل الميلاد كان بيتم استعماله من ايام الامبراطوريه الرومانيه. كان شايف فيه ان السنه في التقويم ده كانت اطول من السنه العاديه بحوالي 11 دقيقه، وده مع مرور الوقت كان بيعمل خلل في التواريخ وخصوصا مواعيد الاعياد الدينيه. على سبيل المثال عيد الفصح مثلا كان بيجي بعد ميعاده، عشان كده البابا جريجوري قرر انه يصلح الغلطه دي بانه يضيف 10 ايام عشان يعوض الفرق اللي عملته ال 11 دقيقه على مدار ال 1600 سنه. بس لما إيلينج حسب نفس حسبه البابا جريجوري لقى انه كان مفروض يضيف 13 يوم مش 10 بس، وهنا كده عندنا 3 ايام مفقودين، كل يوم من دول بيعادل قرن كامل. والقرون دي مش موجوده خالص في التاريخ ولا اتجاب سيرتها. ومع مرور الوقت بدا علماء ومؤرخين كتير يتلفت نظرهم للتواريخ دي، ومش بس كده دول كمان اكدوا النظريه. ومنهم العالم الالماني هانز أولريتش اللي نشر ورقه بحثيه سنه 1995 قال فيها ان العصور الوسطى المظلمه ما كانش ليها اي وجود، واستند في ابحاثه على دلائل كتير. ومنها مثلا ان الفتره اللي كانت بين 600 و900 ميلاديا الاثار اللي وصلت لنا منها تقريبا تعتبر شبه معدومه، وعلشان كده كان المؤرخين بيسموها العصور المظلمه. وحتى اساليب البناء المعماري اللي وصلت لنا من القرن العاشر كانت في اوروبا الغربيه هي تقريبا نفس اساليب بناء الامبراطوريه الرومانيه اللي انتهت في القرن الخامس الميلادي. ده معناها ان عمر الحضاره الاوروبيه كان قصير جدا مش زي ما اتكتب، ده لو كان موجود اصلا، لان مفيش سبب منطقي يخلي اساليب البناء ما تتطورش لفتره 4 قرون الا لو كانت الفتره دي كلها مزيفه وما حصلتش من الاساس. كل ده يوصلنا في الاخر لسؤال، لو فعلا التاريخ مغلوط واثبتوا ده المفروض نغيره ونعدل التواريخ، ولا خلاص اللي حصل حصل ونكمل كده؟ ولو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والشير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.